وجميل فيا، جميل 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 جميل. يلا منك ليا ما تتردديش ثانية وروحي اعملي بقك. ده لسه بقى كمان لما انفخ خدودي، هنفخ خدودي. وهتعملي ايه تاني يا ام ساجدة؟ اعمل جولاين، هعمل جولاين هنا حد تاني. يا خرابي على الجمال والحلاوة، تحفة، ما فيهوش غلطة، ما فيهوش غلطة. عجبني 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 قوي، عجبني قوي ومقتنعة بيه قوي وحباه قوي قوي. بصوا. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفتوا معانا اللي بيحصل واللي منتشر اليومين دول وهو منتشر بقاله فترة. انا عايزة رأيكم في الكومنتات. اولا قناة حكاوي تيتا بتمسي عليكم او بتصبح عليكم وبتقول لكم ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك وتشيروا الفيديو عشان الناس تعرف فيه ايه. ده فيديو منتشر عن واحدة في موقع ما، طبعا معروف جدا، فبتشجع الناس انهم يعملوا الحاجة اللي انتوا شايفينها دي. انا مش عارفة دي اسمها ايه، بس هي بتشجع الناس اللي هي تعمل الحاجة دي. وليها مقطع تاني وهي بتقول انا تعبان. تحفة، عجبني وجميل فيا، جميل 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 جميل. يلا منك ليا ما تتردديش ثانية وروحي اعملي بقك. ده لسه بقى كمان لما انفخ خدودي، هنفخ خدودي. وهتعملي ايه تاني يا ام ساجدة؟ اعمل جولاين، هعمل جولاين هنا حد تاني. يا خرابي على الجمال والحلاوة، تحفة، ما فيهوش غلطة، ما فيهوش غلطة. عجبني 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 قوي، عجبني قوي ومقتنعة بيه قوي وحباه قوي قوي. بصوا. مبدئيا كده هو تحفة، مبدئيا كده هو عجبني، شايفين؟ تحفة، عجبني وجميل فيا، جميل 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 جميل. يلا من الحمد لله الحمد لله، انا كنت بحلم وشفت حاجة كده فلازم قلت لازم اتكلم لازم اتكلم. مش هينفع مش هينفع يعني مش هينفع اكتر من كده اسكت يعني. مش هينفع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم قناة حكاوي تيتا. اتمنى اللي ما شافش الفيديو يشوفه ويشوف كل القناة ويعمل سبسكرايب ويعمل لايكات على الفيديوهات كلها، وخصوصا فيديو الغسالة اللي بقالها 23 سنة. شوفوها عاملة فيه ايه. حابة اقول لكم ان الفيديو دوت انا مترددة وانا بعمله. انا يعني شايفاه بقالي فترة واتكلم عليه ولا ما اتكلمش عليه. طب هتكلم هقول ايه؟ هتكلم ان انا حاجه مش عجباني، حاجه ان انا يعني عايزه اسال الناس، يعني يا ريت تقولوا لي اللي بيعملوا كده ليه. حطوا لي كومنت قولوا لي انتوا بتعملوا كده ليه. حاجه ربنا خلقها وشكلها لايق عليكي، وحشه حلوه هي شكلها لايق عليكي، بتغيري فيها ليه؟ انت عاجبك المنظر ده؟ عاجبك اللي هو النفخ والحاجات دي؟ لا، والشخصة ديت اللي عاملة الفيديو واللي كان طالع ترند بقاله كام يوم، مرة قالت انا تعبانة، ومرة قالت انا اعجبني وعاملاه ببلاش، ومرة تقول عاملاه بفلوس، ومرة تقول ده مش حلو، ومرة تقول ده انا تعبانة انا مريضة انا وانا. طب انت عاملة في نفسك كده ليه؟ سؤال ونفسي حد يجاوب عليه. انت عامله في نفسك كده ليه؟ انت عاجبك منظرك بالشكل ده اللي شفته في اول فيديو؟ انت عاجبك شكلك بالمنظر ده؟ عاجبك الحاجات اللي طالعه فوق وتحت والبتاع اللي بتقول هتعمله تاني؟ هو ايه ده؟ ايه الحاجات دي؟ حاجه غريبه وتحطيها في جسمك وفي بقك وفي عينك وفي كل حته. ليه؟ انت عاجبك نفسك بالشكل ده؟ لو انت عاجبك نفسك بالشكل ده خلاص انت حره. انما عايزه اقول الناس مش عاجبها الشكل ده. الناس لما بتشوفك بتتريق عليكي. سؤال كمان، ليه الرجالة كمان بقت بتعمله؟ في رجالة بقت بتعمل الحاجات اللي بتتعمل في الوش دي. هو في ايه يا جدعان؟ في ايه؟ كل واحد ربنا خلق شكله لايق عليه. فانت
الرجالة بتعمل كده ليه؟ طب الستات عشان هي ستات عايزة تشوف نفسها حلوة، او تشوف نفسها حلوة في عين الناس يعني وكده. طيب الراجل عايز يشوف نفسه حلو في عين نفسه ولا في عين الناس؟ يعني يقولوا واو الراجل ده قمر، الراجل ده شفايفه كبيرة، الراجل ده خدوده عاملة. هو الراجل بيتقاس بالجمال يعني ولا بيتقاس بايه بالظبط؟ حد يفهمني عشان انا خلاص ما بقتش فاهمة المواقع دي عايزة تعمل فينا ايه، او الفيديوهات دي عايزة تعمل فينا ايه. فكل اللي بقوله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا جماعة ارضوا بشكلكم حلو او وحش، ارضوا، ده نوع من انواع الرضا، انك ترضى بشكلك. ربنا اللي خلقك كده، مفيش داعي لأي تغيير ولا تمشي ورا أي موضة وأي هوجة وأي حاجة وخلاص. ف مش لاقي كلام اقوله بجد ان الناس بتعمل كده ليه. انت حرة، اوكي انت حرة، بس مش بالشكل الاوفر ده وتطلعي تشجعي الناس ان هي تعمله. يعني انت بتشجعي الناس اللي هي تطلع تعمله، وانت في فيديو قايله ان انت تعبانه، ان انت في حاجات بتحصل جواكي. طب انت بتشجعيهم يعملوه ولا بتشجعيهم ما يعملوش؟ افهم افهم. ومره تقول عاملاه ببلاش ومره عاملاه بفلوس. طيب لو ببلاش انت حر، لو بفلوس برضو انت حر. بس في ناس بتشوفك، وفي ناس يعني تروح تدفع الفلوس دي في حاجة ما تعملش الحاجة دي. هو كل واحد حر. بس والله ما لاقيه كلام اقوله. اللي بيغير في شكله، عايزه اقولك انك شكلك كده مش مقبول. احنا اول ما بنشوفك احنا عارفين ان انت عامل ايه في وشك، شكلك مش راكب. الطبيعي مفيش احلى منه. احنا لما بنشوف حد، انا عن نفسي انا بكتشف الموضوع ده. انا في واحده اشوفها انت مغيره حاجه من غير ما اكلمها، يعني على التلفزيون، على شاشة التلفزيون. انا مشفتش حد طبيعي عمل كده. اولا الفئة اللي بتعمل كده الفئة اللي معاها فلوس. بس احنا عارفين انت عاملة حاجة في وشك ان ده مش طبيعي. الطبيعي ربنا خلقه بيبقى متناسق مع نفسه ومع شكله، واحنا حابينه زي ما هو كده، بيبقى متركب كده، ربنا خلقه كده. انما انت بتغيري فيها حاجة، احنا عارفين ان انت مغيرة حاجة. عارفة العربية اللي هي الزيرو والعربية اللي مش زيرو؟ اللي بيبقى عنده خبرة في العربيات او بيعرف يميز، بيبقى عارف ان العربية دي زيرو والعربية دي مش زيرو. مغيرة كاوتش، مغيرة رفرف، مغيرة اكسدام، مغيرة ببريز، مغيرة كراسي، مغيرة. كل ده بيبقى باين والعمر كمان. زي العربية 28 مثلا والعربية الأحدث موديل. انت عايزة تخلي عربية 28 تبقى أحدث موديل. يلا مبروك عليكي. هنا من قناة حكاوي تيتا اقول لكم مبروك عليكي. وشيلي يا ستي، شيلي كلي على قد ما تقدري، شيلي 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 وحملي، وربنا يوفقك. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، قناة حكاوي تيتا. واتمنى تكتبوا لي تعليق وتقولوا لي رأيكم في اللي شفته في اول الفيديو وفي كلامي. كلامي صح؟ هو طبعا كل واحد ليه حرية الاختيار، بس انا كشخص بشوف الحاجات دي فده رأيي. اشوفكم في فيديو تاني. مع السلامة.